السلام عليكم. احنا موجودين اليوم في اطار كمجتمع مدني، في اطار البحث عن الفساد اللي كيسود المدينه ديالنا، مدينه الدار البيضاء، والنقط السوداء اللي كتستغل من طرف ناس استغلال النفوذ. اليوم حنايا في شارع عبد الرحيم بوعبيد بالوزيز بحيراقي. حنا ورايا 6000 متر مربع. هاد 6000 متر مربع كان نادي البولينغ، واليوم هاد 6000 متر مربع الداخل ديالو عباره على 5 ديال البارات، كل بار عنده 100 كرسي، وكيبيع غير الكول بحال القرون الوسطى. يعني المواطن تيدخل بالكرامه ديالو كيخرج بلا كرامه. والغريب في الامر باش نعرفوا المآسي ديال مدينه الدار البيضاء علاش وصلت ليها، انا تصوروا بانه المسير ديال هاد النادي هو مستشار في مجلس المدينه، وتيخلص 250 درهم في الشهر، وكيدخل من المداخيل 5 مليون في النهار. ولهذا هذا الشيء اللي قالت عليه مدينه الدار البيضاء والخطاب ديال صاحب الجلاله اللي متشائم من هذه المدينه، فنحن بانه المسؤولون فاسدون. فاش غننتظروا من هاد المسؤولين اللي هما فاسدين وكيسيروا لنا الممتلكات ديالنا؟ حنا ورايا 6000 متر مربع كتسمى البراكه، هي اللي كيعيطوا لها البراكه لانهم ردوها براكه. في الوقت ديالها كان نادي وكانت الساكنه كتستافد منه. اليوم صبحات واحد الملتقى اسود اللي كينهب المواطنين، وشكون اللي كيمشيه؟ مستشار الكنسوسي، مستشار الكنسوسي من مجلس المدينه. هل يعقل بان مستشار مجلس المدينه يترامى على ممتلكات ديالها ويدخل في جيبو ما كيهموش؟ ولهذا فنحن كنددوا بهذا الفساد وهذا الاستبداد، وكنطالبوا من البيضاويين ينوضوا يد في يد مع صاحب الجلاله ونقيو هذه المدينه من هذا المرتد اللي تراموا علينا، هذه المصيبه هادو ديال هاد الجهلاء اللي دخلوا لينا واللي ما عندهم حتى مصداقيه. هذا هو الباب الرئيسي ديال اللي اليوم ولات تتسمى البراكه، بعد ما بناو عليها هذا السور وعلى هذه البقعه اللي كانت مفتوحه وكان فيها سوق يومي ونادي ديال لعبه الكره الحديديه وملتقى للساكنه. مزيان. هذا هو البار الرئيسي المستعمل لعرض التاريخ العريق لهذا النادي، وهذا هو أحد البارات الخمس المجاورة للبار الرئيسي، والتي يباع فيها الخمر للعموم وبكيفية بدائية.